في عالم مليان بالصراعات والخيانة، ياو بيواجه تحديات كبيرة بعد ما بيتعرض هو وأمه للتنمر بسبب عيلة أبوه، وده لأنه ابن غير شرعي في المكان، لكنه بيحاول بكل قوته عشان ينتقم ويستعيد كرامته وقوته في عالم مفيش فيه أي رحمة. ويلا بينا نبدأ حكاية ياو الشيطان المنتقم. بتبدأ قصتنا باتنين رجالة باين ان فيهم حاجة مش مظبوطة، وبيكونوا فوق جبل عالي وبيبقوا بيرموا كيس كبير لحد ما بيوصل لأسفل الجبل. بس واحد منهم بيسأل بتوتر يا ترى عيلة التنين ما اكتشفتش حاجة لحد دلوقتي ولا ايه؟ فالتاني رد وهو بيحاول يهديه وبيقول له انت خايف من ايه يا عم، ده مجرد واحد غبي قتلناه. لكن التاني بيتوتر اكتر ويقول بس هو برضه ابن عيلة التنين بالقانون، مش ممكن نقول ان هو اخوك برضه. وهنا المفاجأة لاننا بنكتشف ان واحد من الرجالة دول هو اخو الشخص اللي في الكيس اللي مات اصلا، لكن الجثه بتقع بالفعل تحت الجبل وبتبدا الدماء تسيل منه. بس فجاه الدماء بتتحول لبلوره كبيره واسمها بلوره دماء الشيطان، وفجاه في هاله قويه من النور بتظهر في المكان ومعاها صوت مخيف بيطلع من البلوره وبيقول انا استنيت لسنين طويله جدا عشان اي حد يستدعيني، بس للاسف بقى الجسم دوت لسه في بدايه تجميع الطاقه، لكن الطاقه اللي جمعها على مر السنين بقى هتكون في الجسم ده بالظبط زي ما هو عاوز، وان هي دي اللحظة اللي الشيطان مستنيها. وهالة النور بالفعل بتكون حوالين الجسم بتتشكل على هيئة نمر مرعب، لكن الصوت بيقول برضو ان النهاردة هو يوم حظ الواد ده، وهو بيتمنى بقى انه يقدر يحمي الارض دي. وبنشوف ان الشاب اللي في الكيس فجأة بيفوق وما بيكونش بقى فاهم ايه اللي بيحصل حواليه بالظبط، بس فجأة برضو بيحس بألم كبير في راسه، والألم بيكون قوي لدرجة انه بيصرخ بصوت عالي جدا. لكن بنشوف ان في نفس المكان اللي الشاب دوت واقف فيه حصل في العصور القديمة قتال ملحمي جدا، لان في ناس غريبة جت من الفضاء الخارجي وغزوا العالم، وكانت في حرب شديدة بينهم وبين الشياطين كمان. وفي الوقت ده الشياطين قتلوا مع الملك اللي كان اسمه ياوزو، وقدر ينتصر عليهم بالفعل، لكن الجرح اللي اتعرض ليه كان كبير جدا، والاثر بتاعه فضل موجود في المكان بالفعل. ومن ساعتها بقى الناس اطلقوا على المنطقة ديت اسم الشيطان الجامح. لكن بنرجع من تاني للشاب اللي واقف في نفس مكانه والهالات من النور حواليه بتزيد، بس بيحط ايديها على الحيطه اللي جنبه مره واحده وفجاه الحيطه بتتشق قدامه. فالشاب بيتفاجئ جدا من القوه الغريبه اللي بقت عنده بعد ما مات وما بيكونش مصدق نفسه اصلا. لكن وسط دهشته دي بيلاحظ على الارض بلوره مشعه وبيقرب منها وياخدها في ايديه، وهو بيسال نفسه يا ترى ديت بلوره الشيطان اللي الناس بتتكلم عليها ولا ايه. وبنعرف وقتها ان هو ده بطلنا واسمه ياو، وبيقول ان حجم البلدوره بتظهر مدى قوه الشيطان، والبلدوره اللي معاه ديت بالفعل كبيره جدا. فالشاب بدا يحس انه امتص الطاقه من البلدوره الضخمه بالفعل، وان القوه دي هي اللي كانت كافيه ان هي ترجعه للحياه من تاني. وبيبدا بقى يفهم ان ذكريات ساحه المعركه اللي حصلت من زمان كلها كانت متسجله في البلدوره دي بالفعل. اما الشاب بقى بنيه انتقام بيقول انه دلوقتي رجع للحياه، وكل اللي هانه هيدفع الثمن غالي جدا. لكن الشاب وقتها بيقرر انه يتدرب على تجميع الطاقة بالفعل، وبينفذ وقتها طقوس خاصة عشان يقدر ينتقل لزمن مختلف جوه البلورة، واللي بيكون زمن المملكة السماوية ال 12. والمكان دوت بقى ما كانش اي حد ممكن يتنبأ باللي هيحصل فيه، لكنه لما بيفوق من تاني بيلاقي نفسه في المكان اللي كان فيه من الاول. بس الاختلاف بيكون واضح جدا لان السما لونها متغير والجبال شكلها مش زي الاول ابدا. وبيقول بقى ان العالم ده مليان بسلالات حيوانات برية نادرة جدا وكنوز ما كانش موجودة في زمانه. لكن فجأة وهو بيتلفت حواليه بيحصل انفجار ضخم جنبه، وبيظهر وقتها تعبان عملاق وقدامه قرد بيواجهه كمان. بس القرد بيحاول بقى يستخدم غصون الشجر عشان يلفها حوالين التعبان، لكن التعبان بقوته الكبيرة بيفكها اصلا، وبيكون خلاص على وشك انه ياكل القرد ده. بس في اللحظة ديت بقى بطلنا الشاب بيتدخل وبيضربه بقوة كبيرة جدا، لكن التعبان وقتها بيرمي الشاب بعيد جدا وبكل سهولة. بس بطلنا بيقرر انه مش هيموت هنا قدام تعبان ملوش اي قيمة اصلا. وفي الوقت ده بيهرب القرد ساعتها والتعبان بيهجم عليه من تاني، لكن فجأة بيظهر ورا الشاب وحش مرعب جدا من نور قوته لا توصف اصلا، والاشعاع اللي خارج من الوحش بيكون قوي لدرجة ان هو بيوصل للسماء. وفي اللحظة ديت بقى بيقضي على التعبان كمان. وبعد ما خلصت المعركة بتاعته مع التعبان العملاق بيصحى من تاني على صوت غريب، ولما بيفتح عينيه وهو بيتألم بيلاقي القرد اللي هرب منه في وقت المعركة هو اللي بيصحيه. فالشاب بيبص ليه باستغراب ويقول له انت ما عندكش دم يالا، كنت هموت وانا بحاول احميك وانت كده تهرب وتسيبني لوحدي. لكن القرد
مش بيرد عليه طبعا، وبيمشي بعيد عنه تاني وكأنه مش مهتم بيها اصلا. فالشاب بيسيبه هو كمان وبيبدأ يتأمل، لكن وهو في حالة التأمل بيبدأ يسترجع ذكريات قديمة وبيفتكر ازاي كان بيتعامل بشكل مهين في القصر الملكي، وبيظهر قدامنا بقى وهو طفل بيتعرض للضرب ودوت من باقي الاطفال لمجرد ان هو ابن غير شرعي، وكلهم بقى كانوا بيضربوه بشكل وحشي جدا، وهو كان مستسلم على الاخر ومش بيقاوم كمان. لكنه بيرجع للواقع من تاني بعد ما غرق في ذكرياته وبيركز في التأمل بتاعه كمان، لكن بيسترجع بقى احداث المعركة الاخيرة مع التعبان، وبيقول لنفسه ان هو لازم يرجع يعوض الطاقة بتاعته ويكون اقوى من الاول. لكن فجأة بيظهر حواليه هالة شيطانية مرعبة جدا، وبتظهر حواليه 10,000 أفعى شيطانية من اللي كان بيقاتلهم. لكن بعد ما الطقوس بتخلص بيكتشف ان بقى عنده قدرة غريبة جدا على تنفيذ حركات التعبان اللي قتله بسهولة. اما التعابين اللي ظهرت بقى كلها بتبدأ تتحرك ناحيته، وبيلاقي ان هو قادر يتحكم في الطاقة اللي في المكان بكل سهولة، وبيستخدم وقتها قوته الجديدة وبيبدأ يعمل انفجارات ضخمة جدا في التعابين اللي قدامه. لكن فجأة القرد قطع التفكير ياو وهو بيرمي حجر على دماغه، بس بنشوف ان بطلنا بيطلب منه يخرجه من المكان اللي هم فيه ده لانهم اصلا لسه اسفل الجبل. وبالفعل بنلاقي ان القرد بيدي ياو حبل وبيقول له يمسكه كويس، فبطلنا بيحس ان في مودة كبيرة بينه وبين القرد دوت، وبيمسك الحبل بالفعل وبدأ يتسلق لفوق الجبل. لكن عنده هدف واحد بس في دماغه، وهو انه يرجع احترامه لنفسه قدام الكل عشان امه، لانها الوحيدة اللي كانت بتعامله كويس قدام الناس. وبعد ما بيوصل لأعلى الجبل بالفعل ياو بيطلب من القرد ان هو يناديه باخويا، لكن فجأة ياو بيكون على وشك يقع من فوق الجبل من تاني، فالقرد بيقدر ينقذه في اخر لحظة، وبيوصلوا مع بعض لحد كهف غريب في المكان. لكن ياو بيكون المكان مألوف ليه لانه كان بيروح عنده وهو صغير، لكنه بيلاحظ بقى نهر جنب الكهف وبيقرر يروح يشرب منه، وبيلفت نظره بقى وجود حاجة غريبة في المكان وطويلة جدا، فبيسحبها بشكل عادي لكنه بيكتشف ان هي سلاح روحي اصلا. لكن بيتلفت للقرد وبيبصله بتركيز، وفجأة بقى بيكون اكتشف ان القرد دوت مش عادي ابدا، لانه قرد سماوي ب6 ودان، ودوت يعتبر نوع نادر جدا بيتولد من جوهر سماوي. لكن ياو بيفرح جدا بقى ويقول واضح ان حظي بدأ يتحسن يا جدعان. لكنه قبل ما يكمل كلامه الجبل بيبدأ ينهار عليهم اصلا، لكن ياو بيقدر في اخر لحظة انه يهرب من المكان قبل ما الجبل يسحقه تحتيه. وبنشوف ان بعد فترة القرد بيكون وصل بطلنا لمدينة ياويان الامبراطورية، واللي تعتبر واحدة من اقوى سلالات العالم، لان المدينة دي معروفة ان هي مليانة بالاثار ومواقع قديمة جدا للتنقيب. فياو وهو واقف قدام بوابة المدينة اللي بالمناسبة يعني هي ديت المدينة بتاعته، بيتقطع تفكيره بدخول بنت جميلة جدا راكبة حصان وهي بتصرخ ان هم يبعدوا عنها. بس ياو ما بيعجبوش اسلوب البنت الوقح دوت، وبيقرر بقى يقف قدامها بالفعل. فالبنت بتتعصب وتقول له انت عايز تموت ولا ايه يالا، انت بتتجرأ وتقف في وشي بالفعل. لكن بطلنا برضه ما بيتحركش من مكانه ومش بيهتم باي تهديد منها اصلا. وبنعرف بقى ان البنت ديت اسمها تشو، وهي معروفه ان هي اكتر واحده جميله في المكان، لكن في نفس الوقت بتكون مغروره ومتعجرفه جدا. بس بنشوف ان الشاب اللي معاها واللي بيطلع اخوها بيحاول يهديها شويه ويقول لها تتجاهل ومش اكتر. لكن ياو بيفكر مع نفسه شويه وبيقول ان هي شكلها سخيف اصلا وتافهه، لكنها شريره جدا، ومع ذلك تعتبر اجمل بنت في المدينه برضه. لكن بنشوف ان البنت بتقرر تعلم بطلنا درس، وبتصرخ بقى ان هي هتعدي عليه بالحصان عشان تاني مره ما يتجرأش ويقف في طريقها ابدا. وبالفعل بتبدا تهجم عليه بالحصان بتاعها، لكنها قبل ما توصل ليه القرد بيهجم على الحصان وبيوقع البنت على الارض كمان. فاخد شو وقتها بيتعصب على الاخر وبيسحب السيف بتاعه عشان يهجم على القرد ويقتله كمان. بس القرد بسرعه بيهرب من الراجل اللي كان بيهجم عليه، بس بطلنا بقى بيروح ناحيه تشو اللي وقعت على الارض وبيمسك ايديها عشان يقومها، لكنها بتتعصب وتطلب من الحراس بقى يمسكوا القرد اللي هرب ده. لكن ياو بيمسك ايديها بقوه ويقول لها هو انت عاوزه حد يقتله بالنيابه عنك ولا ايه، لان دوت مش عدل ابدا. فكلامه بيعصب تشو اكتر وبتصرخ فيه وبتقول له يسيب ايديها فورا، بس بطلنا بيبرق لها ويقول لها انت
انت خليتيهم دلوقتي يطارد اخويا. وبيكون اصلا يقصد القرد يا جدعان، لكنه بيكمل ويقول لها ازاي بقى انت عاوزاني اسيبك دلوقتي. فصوت تشو العالي بيشد انتباه اخوها والحراس اللي بيبداوا يتجمعوا حوالين يو تشو، وفي نفس الوقت القرد بيبدا يسخر منهم كلهم، والكلام ده بيخلي الكل متعصبين على الاخر. وكل دوت بيخلي اخوها متعصب جدا وبيجري ناحيه بطننا وبيوعده ان هو هيقتله، لكن ياو بيكون واقف بشجاعه من غير ما يتهز ابدا. وفي اللحظه اللي الراجل كان هيضربه بالسيف فجاه بيظهر رمح في المكان، في حد رماها بسرعه وبيصد الضربه، وبنكتشف ان الشخص اللي انقذ ياو هو الجنرال التاني لعيله التنين شياو تشان، وبيكون راكب نمر عملاق شبه الوحش بالظبط، وبيقول بصوت مليان غضب مين اللي بيتجرأ ويزعج السيد الصغير لعيله التنين. واول بقى ما بيشوفوا الراجل دوت بيترعشوا من الرعب حرفيا، لكن الجنرال بيكمل كلامه ويقول اي حد يفكر يأذي فرد من عيلتنا هيكون عدو لينا اصلا. وبنشوف بقى ان اللي كان بيهجم على ياو بيخاف ويسحب السيف بتاعه بسرعه، وبطلنا بعدها بيمشي مع الجنرال على طول لاتجاه القصر. واول ما بيوصل للقصر بالفعل في فجأة بنت بتجري عليه وبتقول له يا جوزي يا غبي تعالى نلعب مع بعض شويه، وبنعرف ان البنت ديت فعلا مراته واسمها يوي. لكن في اللحظه ديت بيخش عليهم الجنرال لونج وي وبيفكر مع نفسه شويه لما بيشوف ياو، وبيقول شكل الواد دوت استعاد صحته العقليه من تاني. لكن ياو وقتها بيقول للجنرال على فكره في شويه خونه رموني في الوادي الشيطاني وكان غرضهم ان هم يقتلوني، والكلام دوت بيخلي الجنرال متجنن على الاخر وغضبان جدا، وبيقول مين اللي اتجرأ وعمل كده فيه. فبطلنا رد وقال له ما تقلقش ابدا انا بخير دلوقتي، والقرد دوت هو اللي انقذني على فكره. فالجد وقتها بيضحك ويقول له واضح كده ان انت استعدت صحتك العقليه من تاني، وان بكده بقى عندهم وريث جديد لعيله التنين. لكن فجاه بقى الجد بيطلب من الكل في الغرفه يخرجوا من المكان، وبيحط ايده على راس ياو ويقول له هنقل ليك بعض الطاقه يا معلم. وبنشوف ان الحركه دي بتخلي الجنرال يمتص طاقه من المحيط الخارجي ويخزنها في جسمه، وبعدها بقى بيقول له في المستقبل قوتك هتعادل قوه امبراطور ملكي اصلا. وبعدها بيخرج له حاجه غريبه لونها احمر وبيقول له ان هو دلوقتي يقدر يصلح جوهر الطاقه الخاص بيه. فياو بيكون مستغرب الكلام بتاعه لكنه بيشكره جدا لان جوهره الطاقه ديت تعتبر شيء عظيم اصلا. لكن قبل ما الجد بيخرج بيقول له ان عيد ميلاد ابوه الاسبوع الجاي ولازم يكون موجود، وكمان برضه في حرب هتحصل قريب فيجهز نفسه كده عشان يكون في الصف الامامي. وبعد ما بيخرج بالفعل ياو بيبدا يتامل ويكثف الطاقه بتاعته، وبيفتح بالفعل خطوط الطاقه ال 12. فياو بيستغرب كميه الطاقه اللي موجوده عنده اصلا، وبيقول لنفسه ان هو لو ضاف دلوقتي دماء شيطان تاني هيكون اقوى بكتير. فبيقرر وقتها ان هو لازم يدور على دماء الشياطين، وبيفتكر ان هو سمع عن متجر في المدينه الامبراطوريه بيبيع وحوش شيطانيه اصلا، وبيروح بالفعل للمحل وبياخد من الراجل دماء دب شيطاني على امل ان هي تزود قوته اكتر. لكن بعدها بنشوف ان عيله تشو عند البيت بتاع عيله ياو وبيتم الترحيب بيهم من خلال فرد من العيله واللي بيكون اخو ياو على طول. وفي اللحظه ديت بنلاحظ ان ابوها عاوز يجوزها لاخو ياو اصلا، بس في وقت ما هم داخلين القصر واحد من الخدم بيبلغ اخو ياو ان الابن التالت لعيله تشو وصل خلاص، وبنلاقي ان هو نفس الشخص اللي كان مع تشو يوم خلافها مع ياو. واول ما بيقابله بقى بيلاحظ علامات الضرب على وشه فبيساله ايه اللي حصل على طول، ولو كانت ديت نتيجه الخناقه اللي مع ياو. لكن اخو تشو بيرد بعصبيه ويقول له هو انت هتعمل عبيط يعني كانك مش عارف اللي حصل من يومين. لكن اخو ياو بيرد بهدوء ويقول له انا بسالك انت دلوقتي. لكن اخو تشو بيزيد من عصبيته وبيقول الغبي اللي من عيله التنين المشهوره استعاد وعيه، والكلام دوت بيخض اخو ياو جدا. وهنا بنشك فعلا ان اخو ياو دوت هو اللي رماه بالفعل من فوق الجبل. لكن اخو تشو بيكمل ويقول انه مش بس استعاد وعيه ده كمان وصل لمستوى عالم اليوان، وبيقول له بقى انا جيت هنا دلوقتي عشان اقول لك ان الغلط الفادح دوت مش هيمر بالساهل. لكنه بعدها بيقول انه هنا النهارده عشان يقدم هديه لقائد عيله ياو، وبيكمل بسخريه اكبر ان هو سمع ان ام المغفل دوت من العيله اصلا. فاخو ياو بيرد عليه ببرود وبيقول له طب يا عم مادام كده تعالى ورايا دلوقتي. وبتكون تشو الخدامه بتاعتها واقفين معاهم بالفعل وبيتجهوا كلهم ناحيه غرفه معينه.
فبيسأل الخادم وقتها ام ياو هنا ولا لا، فبيقول له وقتها بالتأكيد. لكن بنشوف ان اخو بطلنا بيزق الباب بشكل عنيف جدا، فتشو الخدم بتوعها بيخشوا هم كمان. لكن اول ما تشو بتشوف ام بطلنا بتزعق فيها وعصبيه وتقول لها انت غبيه جدا، اركعي قدامي دلوقتي واعترفي بغلطك. بس الام بتسالهم بضعف عاوزين مني ايه، فتشو بترد عليها بشكل متعالي جدا. فبترد تشو عليها بشكل متعجرف جدا ان ابنها ياو ضرب اخوها، وان دلوقتي دورها عشان تتوسل ليهم ما يقتلهوش. وبنشوف وقتها ان اخوها دوت بيقرب من ام ياو بشكل مش لطيف وشكل فيه نيته حاجه مش كويسه، وبيقول لها ابنك الغبي دوت لما يرجع هتعامل معاه معامله خاصه جدا. لكن الام وقتها بتحاول تهرب من الغرفه لكنها بتقع على الارض وراسها بتتخبط وبتبدا تنزف كمان، والكلام ده كله بيخليها تغيب عن الوعي وسط ضحكات تشو اخوها كمان. لكن فجاه بطلنا بيجي على الصوت بتاع امه وبيجري عليها وهو بيعيط وبترجاها تفوق كمان. لكن وقتها بقى جنرال بيتدخل وبيقول لياو ان هو هيدي امه حبه الحياه وهتعالجها خلال 3 ايام. بس ياو وقتها بيطلب منه ان ياخد باله من امه كويس جدا، وبعدها بيقوم ووشه ما بيكونش فيه اي ملامح غير الحقد والغضب، وده بسبب كل اللي اتعمل في امه. وبيقول لهم بقى بكل عصبيه انتوا من دلوقتي اموات اصلا، وبيجمع كل قوته وبيضرب بيها اخو تشو، وبعدها بيضرب تشو شخصيا، وبيكون هيضرب اخوه كمان واللي بيحاول يستعطفه عشان ما يضربهوش. لكن ياو بيقول له اخويا ايه يا جدع انت، بس ده انا وانا عندي 5 سنين حاولت تقتلني، ولما وصلت 7 سنين قعدت تهين فيا كمان وخلتني دايما الغبي في نظر الكل، وان بسببه هو امه كانت بتعاني بشكل كبير جدا وبتتعامل زي الخدامين كمان. وبيقول له بقى بعد كل اللي انت عملته معايا ده عاوزني اسامحك دلوقتي؟ لكن الاخ بيترجى فيه وهو اصلا هيموت من الخوف. لكن ياو بيكون هيضربه بشكل عنيف جدا، لكن وقتها بيتدخل كبير الحرس وبيمسك ايد ياو جامد وبيمنعه من ضرب اخوه، لكنه في نفس الوقت بيحاول يضرب ياو، لكن بطلنا بيكون قادر يتفادى ضرباته بالفعل. وبيكون اصلا الحارس مستغرب جدا من قوه بطلنا، وبيقدر ياو ساعتها يضربه بشكل قوي جدا. لكن الحارس بيستخدم قوه المياه وبيوجهها ناحيه ياو، لكن بيجي جد ياو وقتها وبيأمر الكل يقفوا. فبيبدا اخو بطلنا يمثل دلوقتي ان ياو كان هيقتله، وابو ياو كمان بيتدخل وبيسأل بشكل حاد جدا عن اللي حصل هنا لكل ده. فالاخ الكذاب بيبدا يعيط ويقول ان ياو كان بيحاول يقتله، لكن بطلنا بيتجاهل كل الكلام ده وبياخد امه بين ايديه وهو بيأمر الكل يبعدوا عنه دلوقتي. بس الاب بيطلب منه يقف مكانه، لكن ياو بيرد عليه بعصبيه شديده وبيقول له انت مين اداك الحق تأمرني اصلا؟ فالاب بيقول له انا ابوك يا غبي. لكن ياو بعيون مليانه حسره بيقول له ابويا انا بالفعل، وهو بيقول له ان اكتر حاجه ندمان عليها ان هو بقى ابنه اصلا. بس ياو وقتها بيكمل كلامه بصوت مليان غضب ان لا هو ولا امه هيرجعوا للعيله ديت من تاني ابدا، وبيوجه تهديد صريح لابوه ان لو امه ماتت دلوقتي ابنه هيتدفن في الارض. وبعدها بيتلفت لابو تشوب حقد اكبر وبيقول له ان هو ياخد باله كمان من ابنه وبنته دلوقتي. لكن بعدها بنشوف ياو وهو بيجري وشايل امه على دراعه ودموعه بتنزل، وبيترجى بقى جده ان هو ينقذها بالفعل. فالجد بيطمنه بعد ما اداها اكسير مقدس، وفجأة بقى الام بتفوق بالفعل وياو بيفرح جدا. فالجد بدأ يكلمه، بس فجأة بطلنا بيلاحظ الخاتم اللي جده لابسه ده، وبيقول له انا سمعت ان الخاتم دوت للاقوياء وبس. وبيقول بحماس اكتر ان هو كمان عاوز واحد زيه ومش هيسيب عيلة ياو تفلت من العقاب بسهولة. فالجد بيبتسم وقتها باعجاب ويقول له انت راجل كويس يالا، وبيعرفه بقى ان هو هيساعده بكل جهده عشان يكبر ويكون اقوى بكتير. بس فجأة في جنرال بيخش الغرفة ويقول ان السيد وانج بعت مجموعة من الاعشاب الثمينة. فياو بيتعصب جدا ويقول ان هم مش هيقبلوهم ابدا، لانه بيحاول يرشيهم دلوقتي عشان يخفف الضغط على المعارضين بتوعه. لكن الجد مش بيكون متفق معاه وبيقبل الاعشاب بالفعل، وبيقول ان عيلة وونج دلوقتي عندهم ثروة كبيرة جدا وان الافضل ان هم يستفيدوا منها، لان مفيش حاجة اسمها اصدقاء او اعداء دايمين، بس القوة الداخلية هي اللي هتديهم الحق يعيشوا في العالم القاسي ده. وبيكمل كلامه ويقول له لو عاوز تكون حاكم الارض دي لازم يكون عنده ذكاء، لان القوة لوحدها مش كافية ابدا. فبطلنا بقى بيوعده انه مش هيخذله ابدا. لكن بعدها بنشوف ان بطلنا بيفكر ويقول انه لازم يسعد والدته من دلوقتي، وانه لازم يلاقي علاج لمرض يوي مراته في اقرب وقت. لكن بعدها بيتنقل المشهد لقاعة التجمع بتاعت عيلة ياو، واللي
بيكون فيها واحد واقف قدام ابو ياو بيتوسل له ويقول له خلونا نمشي من هنا يا عم. ده الجنرال الشمالي بيتكلم معانا باسلوب قذر جدا وبيطلب منهم بقى يخلوا دونج يتعافي من كل مسؤولياته. بس في الوقت دوت واحد من جنرالات العيله بيتكلم وبيقول ان رغم الجنرال الشمالي ما راحش ميدان المعركه بقاله سنين، بس هو لسه قادر على القياده بكل تاكيد ولازم الكلام دوت يتغير. بس ابو بطلنا بيرد على جده ويقول له ان الجنرال الشمالي بقى تحت قيادته دلوقتي اصلا. لكن هنا بيبان اعتراض واحد من الامراء وبيؤمر ان هم يجيبوا ليه الجنرال الشمالي عشان يوضح ليهم الكلام كله. وبعد كده بنشوف ان ياو قاعد يذاكر في كتاب وجده بيجي له ويقول له سمعت ان انت كل يوم بتقرا في الكتاب دوت يا معلم. وبيأكد بقى ان الكليه الامبراطوريه هتتفتح قريب وبيتمنى ان هو يقدم على امتحان الدخول. فبطلنا بقى بيكون متحمس جدا من كلام جده ويقول له ان هو فعلا ناوي يخش الامتحان ده. لكن بعد شويه بنشوف في الحانه ان واحد واقف بيلقي خطاب ويقول ان ابناء الجنرالات الاربعه من عائله لونج ماتوا في المعركه، والابن الثالث اللي هو الجنرال الاكبر راح للحرب مع ابوه واخوه وهو عنده 18 سنه. ورغم ان هو عمل اسم كبير لنفسه وسمعته اتحطمت بسبب البنت اللي حبها اصلا، لكن بنرجع لياو بقى وهو داخل غرفه عمه المريض بسبب الحرب وبيشوف ان عمه بيطرد الخدامه وبيتعصب عليها كمان. بس بطلنا بيخش ويقول له انا اعرف اعالجك على فكره. فعمه بيتنرفز ويقول له انت بتهزر دلوقتي، لان الجد الكبير بكل قوته ما قدرش يعالجه، بطلنا هو اللي هيقدر يعني. فياو بيرد عليه بكل ثقه ويقول له هنجرب وانت مش هتخسر اي حاجه. وبيقول له كمان ان هو يقدر يرجع له قوته الكامله في خلال سنه واحده بس. وبعد ما ياو بيخرج عمه بيكلم نفسه ويقول معقول ينجح بعد ما فضلت على الحال دوت 3 سنين. لكن بعدها بنشوف ان ياو بقى بيتدرب على الملاكمه في ساحه القصر، وفجاه الجنرال بيتدخل ويقول له ان الفن القتالي دوت من الفنون الحربيه، وان لو عاوز يتدرب عليها فعلا لازم ينضم للجيش ويتعلمها في ساحه المعركه. وفي اللحظه ديت بقى جد ياو بيتدخل بعصبيه ويقول له يخرس خالص. فالجنرال بيركع على ركبته وبيتأسف على طول. لكن الجد بيقول ان اعضاء عائلة لونج بقى قليلين جدا، ازاي بقى يتجرأ دلوقتي ويقول لياو ان هو ينضم للجيش. لكن ياو وقتها بيتدخل بسرعة وبيطلب من جده ما يعاقبش الجنرال لان هو طلب منه يعلمه اصلا. لكن بعد كده بنشوف ان بطلنا متجمع مع واحد من ابناء عائلة كونج واللي بيحاول يقنعه بالتحالف معاهم، وهو بيقول له بقى ان لو عائلة لونج اتحالفت مع عائلة كونج محدش هيجرؤ يقرب من مناصبهم ابدا. بيعرض على بطلنا 30% من دخل عائلة كونج اصلا. فياو بيوافق على العرض دوت ويقول له يلا نحتفل يا معلم. وبالفعل بيروحوا مع بعض المطعم شهير عشان يحتفلوا فيه. وساعتها ياو بيطلب من الخدم بقى ينشروا قدام الكل ان عائلة كونج محمية تحت جناح عائلة لونج. وفي الليل بطلنا بقى بيرجع هو والجنرال والتعب باين عليهم، فجده بيشوفهم ويقول له انتوا ازاي اتصبتوا بالشكل دوت. فياو بيرد ويقول له ما يقلقش لانهم كانوا بيضربوا شويه ناس بيسموا نفسهم المنقذين مش اكتر. بس الجد بيحذرهم ان هم ما يستهونوش بالقتال دوت ابدا، لان محدش يقدر يتنمر على عائلتهم بسهوله اصلا. بس بعدها الجد بيقول لياو ان اختبار الكليه الملكيه هيبدا بعد يومين ولازم يستعد كويس. اما في الناحيه التانيه من قصر عائله كونج ابن الرئيس بيرجع هو كمان وهو مرهق ومطحون على الاخر. فالاب بيتفاجئ بشكله وبيفتكر ان ياو هو اللي ضربه اصلا. لكن ابنه بيقول له بقى ان ياو دوت شخص محترم جدا وقوي كمان، وانه شايف اصلا ان هو اقوى من اخته الصغيره. فالاخت بتتدخل في الحوار بقى بتقول بغضب انت ازاي تجرؤ وتستهون بيا يالا، وازاي الغبي دوت يقدر يحاول يخش المدرسه الملكيه اصلا كده عنده واسطه. لكن الوقت بيعدي بقى وياو بيكون متقدم بالفعل لاختبار القبول بشكل عادي. وبنشوف بقى ان واحد جه وبيقول ان اسمه كوان ونفسه يخش المدرسه ديت جدا، وبيبدا يتكلم كلام تافه عن البنات، والكلام دوت بيضايق ياو لانه كان عاوز يركز في الاختبار مش اكتر، فبيقرر يبعد عنه شويه. لكن فجاه كوان بيقوم وينادي على واحد تاني ويقول يا جماعه الاختبار للمدرسه بدأ خلاص. والمعلم في المدرسه بدأ بقى يشرح ليهم ويقول ان اي حد عمره تحت ال16 ووصل لمستوى المحارب يقدر يشارك في الاختبار، وانهم بعد كده هيتقسموا ل9 فرق عشان يتم اختبارهم من قبل 9 معلمين، واللي هيقدر يعدي العمود الصخري هو اللي هيكتسب الاختبار دوت. والمعلم المساعد وقتها بيساعده ويقول ان هو ده اختبار العمود الصخري، وان لو الشخص وصل لمستوى محارب اليومان بالفعل يقدر يفعل العمود دوت باكتر من 100 كيلو من القوه، وانه بكده بقى هيكتسب الاختبار
الاختبار، بس بعدها الكل بدأوا يجروا ناحية العمود وبيبدأوا يضربوه بلكماتهم. لكن في الناحية التانية القرد بيجي وبيدي ياو ثمرة وبيقول له ان ديت عمرها 700 سنة. فبطلنا بيقول له انت سرقتها منين يا عم؟ لكن فجأة بقى الامير بيتدخل مع الجيش بتاعه ويقول بعصبية انت ازاي يا قرد يا حقير تتجرأ وتسرق الخوخة بتاعت الامير؟ لكن الامير بيطلب من الكل يهدوا شوية، بس واحد من الجنود بيتقدم ويقول انت تطلب مننا نهدى يا عم ليه يعني؟ وانه بقى مش هيهدى دلوقتي غير لو قتل القرد دوت او ركع ليه عشان يسمح ليه يمشي. بس ياو بيقول له يا عم اهدى شوية، وانه ممكن يديله ثمرة احسن من ديت بكتير اصلا. بس الراجل بيقول له ان الفاكهة ديت غالية جدا ولازم يستبدلها ب10 ثمرات من اللي هو عاوزهم دول. فياو وقتها رد وقال له خلاص يا معلم هرجع لك الثمرة بتاعتك. فالقرد بيطلعها له من بقه بالفعل، بس الراجل بيكون قرفان جدا وبيرفض ياخدها كمان، وبيأمر رجالته ان هم يقتلوا القرد دوت. لكن المعلمة بتزعق فيهم بقى وتقول ان لاي حد مش عاوز يخش الاختبار يخرج منها دلوقتي. فالامير والحراس بتوعه بينسحبوا بالفعل من المكان. لكن كوان وقتها بيروح لبطلنا ويقول له انت حلو جدا يالا، ازاي قدرت تتحدى عيلة ياو؟ لكن بطلنا بعصبية بيقول له يبعد عنه دلوقتي اصلا. لكن بعدها المعلمة بتنادي على كوان عشان يبدأ الاختبار بتاعه، وبالفعل بيبدأ الاختبار. والغريب بقى ان هو قدر يجتازه بالفعل. وبعدها بيجي الدور على بطلنا، والكل بيكونوا اصلا مصدومين من قوته لما بيكتسل الاختبار هو كمان. لكن ساعتها بقى بتبدأ الجولة التانية واللي كانت عبارة عن هزيمة الرجال الخشبيين. والمعلم بيقول ان اللي هيقدر يهزم ال9 دمى دول هينتقل للجولة التالتة، وكمان هيقدروا يتأكدوا بالفعل من قوتهم الفعلية في القتال، لانهم في المرحلة ديت يا اما هينجحوا او هيتضربوا من الدمى ديت او ممكن كمان يموتوا عادي جدا. فكوان وقتها بيقول لياو شكل الجولة ديت صعبة جدا، وبنشوف ان اول مجموعة بتخش لكنهم طلعوا مضروبين كلهم وخسرانين رغم قوتهم الكبيرة. والمعلمة بقى بتنده على ياو ومجموعته من المتسابقين عشان يخشوا هم كمان. وبالفعل بنشوف ان اغلب المجموعة بتنسحب من القتال بسبب قوة الدمى ديت، بس ياو بيبدأ يواجههم لكن بصعوبة كبيرة. والمشرفين بتوع الجولة ابتدوا يتكلموا على بطلنا وبيتوقعوا ان هو هيصمد لفترة قليلة بس، وانه هيستسلم في الاخر زي الباقي. لكن بنشوف ان في 2 مشرفين بيتراهنوا على بطلنا اصلا، واللي اسمه وايت كان شايف ان ياو هينجح، اما بلاك بقى كان شايف ان هو هيخسر. لكن الاتنين بيلاحظوا ان ياو بيستخدم قدرات لمرحلة عالية من فنون القتال، ودوت بقى كان مفاجأة كبيرة جدا ليهم، لان ياو بيستخدم فنون القتال الجنوبية. وبعد بقى محاولات كتير جدا كلها صعبة بيقدر ياو ان هو يتخلص من كل الدمى الخشبية. فوايت بيقول ان الشخص دوت عبقري جدا وبيكون منبهر ان بطلنا نجح لوحده بدون اي مساعدة، وهو دوت بقى الشخص اللي بيظهر مرة واحدة في العمر. لكن بعدها ياو بيخرج من الجولة وبيلاقي ان كوان متكسر على الاخر ومطحون كمان، لكنه بيكون قدر بالفعل يكتسل الاختبار. فكوان بيستغرب ويقول لبطلنا هو انت ازاي يا عم طلعت مش مصاب بالشكل ده؟ لكن بعد كام يوم بتبدأ الجولة الثالثة بالفعل، واللي كانت عبارة عن منافسة للفنون القتالية بين الافراد. فياو بقى بعد كل اللي عدى بيه ده هل هيقدر يتجاوز العقبات الجديدة في الجولة الثالثة؟ وهل هيقدر يحقق حلمه بالفعل ولا لا؟ وكمان ايه الخطة اللي بتعملها عيلته عشان يتخلصوا منه؟ كل ديت اسئلة وهنجاوب عليها في الحلقة الجاية ان شاء الله. لكن دلوقتي بقى مش عايز حد ينسى اللايكات والاشتراك كمان في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الحلقات الجديدة اول باول. واشوفكم على خير يا اساطير، سلام.